البنت دي لما بتنزل من التاكسي هدومها بتكون ماسكه في التاكسي، وبيمشي والهدوم بتتقطع، وبتندع على الخطيبه وبتقول له الحقني، وبقول لها انت حرجتني جدا، وبتقول له انا اسفه بس دي حادثه، وبتقول له اديني الجاكيت بتاعك، وبقول لها لا عشان عندي اجتماع مهم في الشركه، وبقول لها اتصرفي، وبتشوف الولد ده بيصور وبيزعق له، وبتكون مصدومه فيه انه ساب عريانه في الشارع ومشي، وبيجي الولد ده وبيدي لها الجاكيت وبتقول له شكرا، وبقول لها تعالى اوصلك. بعد كده بيوصلها وبيستناها بره البيت، وبيجي خطيبها وبيشوف رئيس الشركه وبيسلم عليه، وبيقول له انت بتعمل ايه هنا، وبيقول له كنت بساعد بنت، وبتخرج البنت وبتديله الجاكيت، وبيقول له المسكينه عملت حادثه ووقفت في الشارع عريانه، وبيعمل نفسه ما يعرفش، وبيقول لها ما اتصلتيش ليه بيا، وبيعزمه على قهوه، بيقول له عندي فكره ليك، وبيعزمه على القهوه. لما البنت بتقدم القهوه اول ما بيدوقها بيتفها، وبيقول طعمها وحش جدا، والولد التاني بيدوقها وبيقول طعمها جميل، وبيقول له عندي ليك فكره مشروع كويس، هروح اجيب الجهاز واشرحه لك. وهو ماشي بيقول لها امسحي مكاني، ولما بيمشي بيقول لها انت مستحمله ليه واحد زي ده سابك عريانه في الشارع ومرضيش ينقذك وبكل اسوأ، وبتقول له هو بيحبني بس كان متوتر عشان كان عنده اجتماع ونفسه ينجح.